اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت طالب بكالوريوس او ماجستير في مجال البايو انفورماتكس وبتدور على مكان تعمل فيه تدريب، سواء ده كان تدريب اجباري من الجامعه بتاعتك او انت عايز تعمل تدريب بشكل يعني برو اكتيف او من نفسك، سواء مده قصيره او علشان الرساله بتاعتك، فالفيديو ده علشانك. لو اول مره تشوفني، انا اسمي محمد ابو زيد، انا صيدلي مصري وبدرس ماجستير في البايو انفورماتكس او المعلوماتيه الحيويه. وفي الفيديو ده هحاول اتكلم عن افضل الطرق اللي ممكن تلاقي بيها تدريب، سواء في معمل بحثي تابع لجامعه او غير جامعه، مركز بحثي مثلا، او في الصناعه في شركه مثلا، شركه بحثيه او شركه غير بحثيه زي شركه ادويه مثلا او غيرها. واتكلم بالتحديد في المانيا. كالعاده هقسم الفيديو لفصول عشان لو حابب تتنقل فيه زي ما تحب. لو ما تعرفش ايه البايو انفورماتكس او المعلوماتيه الحيويه، انا عملت فيديو بيتكلم عن ازاي تدرس معلوماتيه حيويه في المانيا. هحط الفيديو هنا. اول حاجه المفروض تاخد بالك منها، تعرف انت بتدور على ايه بالظبط، انت عايز تعمل تدريب في ايه. البايو انفورماتكس ده يعني بحر واسع فيه تخصصات كتير جدا. لو انت طالب في برنامج متخصص في البايو انفورماتكس، فانت غالبا هيبقى عندك باك جراوند من الكورسات اللي انت درستها لحد دلوقتي في الجامعه، والمفروض يبقى عندك ميول لحاجه معينه، لسكه معينه انت عايز تمشي فيها. والمنطقي ان انت تروح تتدرب في مكان هما بيشتغلوا على الحاجه دي، علشان بعد كده تطور نفسك في المجال ده يعني، وبعد كده ده يبقى الحاجه اللي انت شاطر فيها لحد ما تتخرج من الكليه. فالخطوط العريضه تشوف اللابات اللي بيشتغلوا في الحاجه المعينه دي، زي مثلا جينومكس، انت عايز تشتغل في الجينومكس، فطريقه ما ان انت تكتب بس على جوجل جينومكس لاب وتدور على جوجل مثلا جينومكس لاب جيرماني، فهيطلع لك جوجل سيرش لابات كتير جدا بيشتغلوا مثلا في الكي وورد اللي انت دورت عليها دي. حل تاني ان انت تخش على داتابيز جاهزه، زي في اللينك دوت اسمه bioinformatic.da. هتلاقي فيه كل المراكز البحثيه في كل الجامعات وكل الوركينج جروبس، مش كلهم تقريبا يعني، في الصفحه دي مش بتتحدث قوي، فممكن يبقى فيه وركينج جروبس جديده، بس خطوط عريضه كل السنترز او جامعات اللي فيها تخصصات بايو انفورماتكس ان انت ممكن تلاقي فيهم وركينج جروبس ونبذه بالظبط هم بيشتغلوا في ايه. ممكن تاخد الداتابيز دي وتدور فيها على حسب الموقع الجغرافي. لو انت مثلا بتدور على ولايات معينه دي يعني مفضل ليك او المكان اللي انت ساكن فيه، او لو ما عندكش اي بريفرنس جغرافي يعني، فبتدور بس على الكواليتي بتاعه المكان اللي انت عايز تشتغل فيه. فتبدا تشوف ال 35 انتري ده دول بيشتغلوا ايه بالظبط، وايه الحاجات اللي بتماتش الحاجه اللي انت عايز تشتغل فيها. لما تجمع داتابيز دي تشوف ايه المهارات اللي عندك اللي ممكن تخليهم ياخدوك. لو انت بتعمل تدريب حتى لو هو غير مدفوع، اللي بياخدك عنده ده هو بيبقى مستني منك ان انت تشتغل. يعني اوكي ان انت هتاخد وقت شويه ان انت تفهم الكلام على ايه، وهم يعني يعرفوك الدنيا شويه، بس هو مش عايز حد من الصفر خالص. يعني تكون مثلا بتكتب اللغه اللي هم بيشتغلوا بيها، مثلا بايثون، جافا او غيرها، او ار، على حسب البروجكت اللي انت هتكون بتشتغل فيه. ما يكونش مثلا ما اشتغلتش مثلا ما كتبتش خالص مثلا جافا وهم بيشتغلوا جافا او سي بلس بلس، فتبقى حاجه غريبه. يبقى عندك شويه خلفيه، هيبقى خلفيه شويه عن الشغل اللي هم بيشتغلوه. يا حبذا لو انت تكون اشتغلت الحاجه دي. بيست كيس سيناريو يبقى عندك بورتفوليو، لو انت اشتغلت مثلا بروجكتس، ده لو هو جزء من اساينمنت انت كنت خدته في الجامعه، او انت اشتغلته مع نفسك كسايد بروجكت، وتروح تعمل انترفيو مع حد تقول له اتفضل ده الشغل بتاعي وتعرضه له. ده يعني الايديال فورم اوف انترفيو، ان انت مش بيسالوك اسئله، لا انا بعرض الشغل اللي انا عملته بشرحه لهم، بشرح حاجه انا عملتها، فده يبقى سهل جدا ان انا يعني في الانترفيو اكل بيه الكلام. دي الميزه الاولى، ان الانترفيو يمشي كويس. الميزه الثانيه بالنسبه له ان هو هيحطك على بنش مارك، يبقى هو عارف ان الشخص الفلاني ده اوكي هو واصل لدرجه ما من المعرفه، وهو ساعتها هيقرر اوكي ده اخده ولا لا. للاسف يعني حتى لو في حاجه كبيره للموظفين في مجالات معينه، منها مثلا مجال البايوانفورماتكس، ستيل الدنيا تبقى كومبيتيتيف حتى في حاجات زي مثلا تدريب الغير مدفوع. علشان ببساطه الناس اللي انت هتشتغل معاها، في الشخص اللي هيبقى مسؤول عنك مثلا في مكان معين، سواء وركينج جروب او في الاندستري، انت هتاخد من وقته، فهو لازم يبقى بيميك شور لما ياخد اي طلبه ان الشخص اللي جاي ده حتى لو مش هياخد مني فلوس، وقتي ده فلوس، انا وقتي ده بيكلف مثلا الشركه او بيكلف المعمل فلوس، فلازم ان انت تكون عندك انتاجيه تبقى يعني تعوض الوقت اللي انت هتكون متقضيه تتعلم فيه. مش انت رايح بس تتعلم فقط، انت كطالب رايح تعمل تدريب، انت رقم واحد بيبقى عندك ان انت تتعلم، بس هما برضو لازم يستفيدوا منك بشكل ما. ده يعني ممكن الواحد يفكر ان هو يعني نون ايثيكال او كده، بحيث ان انت رايح تتعلم وانا باخدش فلوس، بس هو يعني هي دي هذه هي الحياه، يعني لازم تديل وذ يعني. المهم بعد ما انت حددت الخطوط العريضه دي، بيبقى يجي الخطوه البديهيه ان انت تظبط السي في والبورتفوليو بتاعك، بتابديته لاخر حاجه، بتموديفاي يعني السي في ان هو يبقى شكله والحاجات السكيلز اللي انت بتاخدها في الجامعه يعني محطوطه فيه. تظبط البروفايل بتاع لينكد ان بتاعك، والسي في يعني مش لازم ان انت تعمل له
يعني تنسيق لكل ابلكيشن انت تبعته، عشان انت ممكن تبعت ابلكيشنز كتير. بس الايميل اللي انت تبعته لمثلا الجروب ليدر او البوست دوك اللي انت ممكن يبقى فيه بوتنشال انت تشتغل معاه، ده لازم يبقى يعني فيري تailored. يعني انت بتبعته له مخصوص، انا قريت البيبرز اللي هو شغال فيها، ايه اخر بروجكتس. معظم المعامل بتبقى عارضه الشغل اللي هم بيشتغلوه، الببليكيشنز والخ، على الويب سايت بتاعهم. وكتير جدا من المعامل بيبقوا حاطين يعني عناوين مشاريع دي، حاطينها ان ده واحد ماستر سيز هيجي يشتغل عليها، او ماستر انترنشيب او باتشلر انترنشيب. ودي بتبقى يعني حاجه ايديال. يعني مش كل المعامل بتعمل كده، بس في كتير بيعملوا كده. انت ممكن تنتهز الفرصه تاخد الحاجه دي، تشوف اخر بابليكيشنز في البروجكت اللي هم واخدين مثلا فند بيشتغلوا على حاجه معينه، فانت تاخد العنوان ده وتدور على البابليكيشنز اللي هم نشروها او الحاجات اللي ريليتد ليها اللي اتنشرت، تاخد فكره عن الموضوع. لما تبعت ايميل لحد تقول له انا لقيت ان البروجكت ده انتوا عايزين فيه حد، وانا مهتم علشان ده هقدر امبلمنت فيه مثلا سكيلز اللي هي انا عايز اشتغل فيها، زي مثلا ماشين ليرنينج، اي اي، بلا بلا، ودي حاجه اللي انا عايز اعملها، وده انترستنج جدا بالنسبه لي، وانا بعرف اعمل 1 2 3. فانت كده بتاثر عليه طرق. احنا بقينا واقفين دلوقتي على ارض مشتركه. اوكي، تعالى اعمل معايا انترفيو، انا هتكلم بقى معاك في حاجات تحديدا، وهتكلم معاك انت هتشتغل في ايه بالظبط. فده بيعلي البوتنشال بتاعك جدا من ان هو حد بس يقرا ايميل ويسكيبه، يعني واحد بس، غير ان حد يخش يقول له دير مش عارف مين، انا عايز اعمل عندكم انترنشيب. وده يجيبنا للنقطه اللي بعد كده اللي هي الكولد ايميلنج. الكولد ايميلنج ده معناه ان انا ببعت ايميل لحد هو مش منزل اعلان لاي حاجه، ولا بينا اي حاجه. انا ببعت له ايميل بقول له انا فلان فلاني، وده السي في بتاعي، وانا عايز اعمل عندك انترنشيب. يعني تظبط الايميل اللي احنا لسه متكلمين فيه. معظم الانترنشيبس ما بيبقى لهاش اعلانات. اول لما بينزل اعلان لانترنشيب معينه، بتبقى يعني هي يعني شركه او معمل منزل برنامج انترنشيب بيقدم عليه ناس بالهبل، سواء الاعلان نزل على لينكد ان او مواقع الوظائف الثانيه. الفرصه الاكبر ان انت تبعت بشكل برو اكتيف للناس اللي انت عايز تعمل عندهم تدريب. بس مفيش مانع طبعا ان انت تدور على لينكد ان وجلاس دور وغيرها او انديد على انترنشيبس. الواحد بيطرق كل الابواب لحد ما في واحد يفتح. النقطه اللي بعد كده ان هو لو انت جالك رفض، وده بيحصل كتير، يعني الناس عادي كلها بتترفض، كلها بتترفض سواء من شغل او من تدريبات، ما تقطعش كل الخيوط. انا واحد من الناس لما بيجي لي رفض من حد بقول له يعني شكرا مثلا على الفيدباك بتاعك، لو هو اداني فيدباك، لو ما ادانيش فيدباك فبقول له ايه كان سبب الرفض مينلي. غالبا الناس بتدي فيدباك لو انت يعني عديت مثلا انترفيو او كده. وبعد كده بقول له يعني اوكي، انا اتبسطت ان انا عرفتك، ويا ريت مثلا طرقنا تتقاطع مره تانية في المستقبل. الحاجه اللي زي دي بتخلي الناس ان هو بتدي امبريشن كويس بشكل عام، ويمكن انت فعلا تعوز منه حاجه تانية في المستقبل، زي مثلا هو بعد كده فتح بوزيشن دكتوراه، لو انت عايز تعمل دكتوراه او شغل او غيره، بيبقى كويس ان انت تعرف حد. في المانيا تحديدا في معظم الوظائف ما بينزلهاش اعلانات، في تقريبا بيقول 85% اكتر او حاجه زي كده من الوظائف مش بينزل لها اعلانات، بيبقى عن طريق فلان يعرف فلان، وهو فلان ده مثلا عنده مكان عايز حد فيه، فبيروح مكلم فلان ده ويقول له مثلا تعالى اعمل انترفيو. دي مش كوسه ولا حاجه، بس ريفيرال عادي. اخر نقطه، ما تيأس. لو انت بتدور كتير، حاول ان انت ما تحبطش لو جالك رفض كتير، علشان عادي الناس كلها بتترفض. ده بيبقى الشغل بيبقى عامل زي كده علاقات الجواز، مش لازم يبقى يعني انت رفضك لشخصك، ولكن يعني عدم توفيق وخلاص من الشخص اللي هو عايز يشغل حد او ياخد حد انترنشيب. ووطد علاقتك بالدكاتره اللي في الجامعه، الدكاتره او المعيدين. في ناس كتير بتبقى يعني عارفه ناس في اماكن كتير من واقع شغلهم، وممكن لو انت قلت لحد انا يعني بقدم مثلا في المكان الفلاني، يقول لك يطلع ان هو يعرفه، فيديك مثلا بوش يكلمه او يبعت له ريكومنديشن ليتر ليك، فده يبقى حاجه كويسه جدا بالنسبه لك. لو عندك اي اراء او اسئله ممكن تقول لي في الكومنتات، هتبسط جدا. ممكن تعمل سبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجايه. بس اشوفكم في فيديو جديد.